ويقول لك ايه بقى يا سيدي؟ يقول لك جمهور النادي الاهلي بيتضايق لما تقول له فريق محظوظ. يا محظوظين يا محظوظين يا ولاد، يا ولاد المحظوظه، يا ولاد المحظوظه. بيقول لك ايه؟ صن داونز بتهدد بالانسحاب. تعالى جنب اخوك، تعالى جنب اخوك. ده ليلتنا النهارده عنب. صن داونز سوف تنسحب من بطولة دوري ابطال افريقيا. النهارده عندنا موضوعين مهمين جدا جدا جدا. اول موضوع هنتكلم فيه وهو انسحاب صن داونز. تاني موضوع هنتكلم فيه وهو الاسطورة شيكابالا الاباتشي اسطورة نادي الزمالك. الموضوعين مهمين جدا جدا جدا. بص يا سيدي، قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا يا ريت نصلي على النبي، ويا ريت تقول لي توقعاتك لطرفي النهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي ده خلاص مستني هناك، سواء بقى اللي هيجي من الوداد او سواء اللي هيجي من صن داونز، وهتبقى مباراة للتاريخ. نيجي بقى لأول نقطة هنتكلم فيها وهي شيكابالا. شيكابالا يعتبر الأسطورة التاريخية لنادي الزمالك شئت أم أبيت كأهلاوي. دي نقطة لا نختلف عليها. شيكابالا من أمهر اللعيبة الموجودين في الدوري المصري على المستوى المحلي والإفريقي كصناعة أهداف وتهديفا. وفي أهداف كده، يعني أهداف يعني واخدة نكهة إيه بقى؟ ميسي وكريستيانو. ومش هجامل أو مش هبالغ لما أقول إن شيكابالا يعني ميسي بيقلده في بعض الأهداف. ودي مش مجاملة، دي حقيقة واقعية. دي نقطة مهمة جدا. شيكابالا كان يتوفر له بس نفس الظروف ميسي وكريستيانو، هتلاقيه لاعب عالي جدا 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 ولاعب عالمي. ولكن ظروفه الشخصية وظروفه المعنوية والنفسية والمحاربات النفسية بص، شيكابالا داخل في حرب يعني خسرانة مليون في المية مع جمهور النادي الاهلي. ولكن لو اتوفرت له ظروف افضل من كده وظروف زي كريستيانو وميسي، لا شيكابالا كان هيعدي الاتنين دول. شيكابالا ميكس كده بين ميسي وكريستيانو وابراهيموفيتش ونيمار، يعني واخد كوكتيل. ولكن في الدوري المصري هنا يا جماعه الكواليتي بتاع اللعيبه مش مساعده برضه. ده لاعب عالمي. شيكابالا من امهر اللعيبه الموجودين في الدوري المصري. شيكابالا اسطوره تاريخيه لنادي الزمالك. شيكابالا من امهر لاعبين الدوري المصري ويعني شيكابالا لاعب عالمي عالمي. يعني في اهداف كده شيكابالا بتتكتب باسمه، اللي هي بتيجي كده يكسر لجوه يشوط، زي ما احنا شفنا في ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا. جون شيكابالا يعني نكد على كل جمهور النادي الاهلي من جمال وحلاوه الجون. يعني جون جامد، جون عالي جدا جدا جدا. ومهما هنتكلم عن اهداف شيكابالا وعن مهارات شيكابالا وهنتكلم عن الاسطوره شيكابالا مش هنوفي له حقه. ده اسطوره تاريخيه لنادي الزمالك، لا جدال في النقطه دي. هنيجي بقى للنقطه الثالثه وهي انسحاب صن داونز من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نادي صن داونز بيهدد بالانسحاب. يعني انت متخيل بقى؟ يعني تاني فريق بيهدد في الانسحاب بعد نادي الزمالك. ليه بقى؟ نادي صن داونز كلنا عارفين ان الكاف اتفقت ان النهائي هيبقى من مباراتين. حلو حلو. طيب دي نقطة. المباراة بقى اللي هي هتتلعب في استاد القاهرة، طبعا النادي الاهلي هيلعبها بالليل. لكن المباراة اللي هتتلعب هناك المفروض هتتلعب 3 العصر، كلنا متخيلين كده. ولكن الكاف قال لك لا تعالى لي بقى، تعالى لي يا صن داونز، مفيش مباراة نهائية هيتسلم الكاس الظهر، مفيش الكلام ده. قال لك طب وبعدين؟ قال لك المباراة هتتلعب بالليل الساعة 8 بقى 9 10 ان شاء الله واحدة بالليل، بس المباراة تسويقيا وماديا ومعنويا وفسيولوجيا لازم تتلعب بالليل. صن داونز معترض، قال لك دي المباراة مباراتي وهلعبها العصر زي ما انا عايز. قال له لا يا باشا، المباراة هتتلعب بالليل
لو كده خلاص شكرا بقى انت حر. قال لك لا ده هتتلعب نلعبها من مباراة واحدة. مفيش الكلام ده يا حبيبي. الكاف قال لك مفيش الكلام ده احنا متفقين ان المباراة السنة دي هتبقى ذهاب وعودة، والبطولة السنة دي ماشية على النظام ده، وبالتالي مش هتيجي انت تقول لي العبها امتى وما العبهاش امتى. المباراة هتتلعب بالليل. فنادي صن داونز بيدرس الانسحاب. يعني تيجي تبص كده على البطولة بشكل عام، النادي الاهلي كان طالع منها حصالة، لكن صن داونز والهلال كانوا يعني لو كان نادي الهلال كسب صن داونز كان النادي الاهلي خرج البطولة، خاصة بعد اطهر الطاهر لما ضيع ضربة الجزاء. لو ضربة الجزاء دي كانت دخلت جون كان النادي الاهلي بره، وكنا يعني كان الموضوع خلص بقى، سواء صن داونز سواء الهلال، فالموضوع كان عدى. لكن صن داونز خلاص كده هتنتظر بقى مباراة صن داونز بين صن داونز والوداد، واللي هيفوز بيهم بنسبة 99% انا متهيألي صن داونز. فبالتالي النادي الاهلي مستني صن داونز في النهائي حاطط رجل على رجل. ولكن نادي الوداد يقدر؟ طبعا نادي الوداد يقدر، ولكن النادي الاهلي هو خلاص كده يعني هو حط رجله في النهائي، وبالتالي مستني مباراة صن داونز والوداد، واللي هيفوز بيهم هيقابل النادي الاهلي. ولو النادي الاهلي قابل صن داونز هتبقى مباراة للتاريخ، خاصة لو النادي الاهلي فاز بالبطولة ديت للتاريخ. انك تبقى خسران من نفس الفريق 5 في نفس البطولة، تيجي المباراة النهائية تكسبها انت كنادي اهلي وتاخد البطولة على حساب مين؟ على حساب صن داونز وعلى ارض صن داونز، كبيرة جدا جدا جدا. ولكن نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق من قلبي من قلبي من قلبي كده، انتوا عارفين بقى. ويا ريت ما تسيب لي توقعاتك في خانة الكومنتات تحت عن مباراة النادي الاهلي ونادي صن داونز اللي متوقعه في النهائي. ولو النادي الاهلي قابل الوداد يا ريت تسيب لي توقعاتك في خانة الكومنتات، ولا اقول لك على حاجة، سيب لي توقعاتك لطرفي النهائي. سلام.